في واحدة منكم ما تؤمن؟ لا. الحب سبب شنو؟ جبلت النفوس على حب من أحسن إليها. جاك لو واحد جاء وأعطاك فضة غليظة وشرى لك اللي تبغي، أعطاك الديار والسيارات ومرتي لا قدر الله وأعطاك من دمه وأعطاك كليته وأعطاك شبكة بنته وأعطاك ياسر من كل شيء وقال لك اللي تبغي تصلي عليه وقلبي، هذا جاء قال لي تنسي. كيف تنسي من خلقك من العدم؟ ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين. ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك. أنت كنتاش، ألم يكن نطفة من مني يمنى ثم كان علقة فخلق فسوى فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى، أليس ذلك بقادر؟ ما دام قادر قاس غير ولاش قادر يعدلك أغنى إنسان لا بغيت، يعدلك أقوى إنسان، يعطيك اللي تبغي كامل. مريم ابنة عمران ما قد شالتها من الرزق، كلما دخل عليها زكريا المحراب، ما هو غرفة النوم ولو المجلس والصالون، المحراب بالصلب وجد عندها رزقا، لأن الملائكة وصلت لأعلى صلب. إذ قالت الملائكة يا مريم إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين يا مريم اقنتي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين. قنتت وسجدت وركعت، هذا رزق وجه عليها. كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا. قال يا مريم وأنى لك هذا؟ الأخبار شنو؟ قالت هو من عند الله إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. وخاص مريم وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك خير عدل لو شوف. واضح ولا واضح؟ لذلك ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. وما تقرب الي عبدي بشيء احب الي ما افترضت عليه. لا الفرائض اللي برا هي اهم شيء عند مولانا، اللي تخطيها افتح لك الله باب النوافل، وباب النوافل طريق الولايه. حدام يقول يقدم الفرائض ويتبعها بالنوافل. وما تقرب الي عبدي بشيء احب الي مما افترضت عليه ولا يزال عبدي يتقرب الي بالنوافل حتى احبه. يقول مولانا يبغيه فاذا احببته كنت سمعه الذي يسمع به، لكن قال له ولايه الله للسمع وبصره الذي يبصر به ولايه الله لبصرك، ويده التي يبطش بها ولايه الله ليدك، ورجله التي يمشي عليها ولايه الله لرجلك. أصبحت أنت يديك ورجولك وسمعك وبصرك تولاهم الله، فلا تخاف من عين عائل ولا حسد حاسد ولا مكر ماكر ولا كيد كايد. لا تحزن إن الله معنا، لا تخافا إنني معكما أسمع وأرى. معناها سمعك لين يتولاهم ولانا، ما تجي تحتاج تطبق ولا تجي يصير صمم قاع لين تسمع شيء ما يسمعه الناس. قال النبي صلى الله عليه وسلم أيها الناس إني لا أسمع ما لا تسمعون وأبصر ما لا تبصرون. أطت السماء وحق لها أن تيطم ما فيها موضع 4 أصابع إلا وملك قائم أو راكع أو ساجد، هو كذلك حتى تقوم الساعة. عمر بن الخطاب واقف على المنبر يوم الجمعة يخطب الله، كشف الله الغطاء والحجاب عن سارية فرد فارس قد محيط به وبعد مات هو ومن معه من الصحابة. نادى من منبر رسول الله يا سارية الجبل من ترك الحزم للصحابة. قالوا يا شيخ لا تم يخطب يقول يا سارية الجبل. واصل خطبته بعد شهر سارية. قال له انت يوم الجمعة سمعت شيء؟ قال سمعت امير المؤمنين عمر بن الخطاب يقول يا سارية الجبل من ترك الحزم من اللي سمع سارية من المدينة ومن اللي ابصر عمر من المدينة كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به. تعال مولانا معك، ما تحتاج تلفون ولا تحتاج كنت مع حد، كنت مع الله وابشري بالخير. واضح لكم؟ اذا احنا كم بقى عن الرب؟ لأن ختمه بالدعاء لأن هاي ساعة إجابة. اللهم إنك أنت الله لا إله إلا أنت رب العالمين الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. يا حي يا قيوم اللهم إنا نسألك الخير كله أوله وآخره ظاهره وباطنه عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم أكرم قلوبنا بطمأنينة بذكرك وألسنتنا بملازمة